جواها كده ام حلال. تقصد مين يا عم الشيخ؟ معقولة يا بابا؟ الله يخيب ظننا. وابو صباح في الميدان بينادي على الجعان، يمكن الباشا يحن على الغلبان. فين بقى الدكر الكسبان؟ 5 جنيه على الدكر. اركني يا اختي جنب الخسران، واللي ليه شوفه حاجه يرمي بياضه لاجل ما ينول مراده ويلاقي يا اختي الدكر قدامه. سيجارة فرنجي على الدكر. مش مكتوبه لك يا روحي نروح دوري على اولاده؟ لا بقى ده انت حرامية يا بنت. الله الله الله، ما بلاش اللي انتوا معانا بتعيطوا في الاخر. ترى يا بنت انت معاش مال عينك ولا ايه؟ عمالة تسرقي وتعشطي فينا من الصبح وساكتلك، في ايه؟ لا يا روح امك، ده احنا نحط الغله في الخزنه لاجل ما نفضل الواغش. طب والنعمة لاكل مصارينك. كانك ترمي سواقه يا روح امك. طب تعالي لي بقى يا حاجة. يا بنت انت وهي بس بقى، بس سيبيني. كفايه اللي احنا فيه. هناكل بعضينا ولا ايه؟ وحياتك بس عشان خاطرك هفوتها لها المره دي. عايزه تقنعيني انك بتحبي عمر قوي كده؟ مش عارف، مش فارقه، عادي يعني. والله انت هتجننيني معاكي. مره تيجي تحكي لي انك عايشه احلى قصه حب مع واحد خبيتيه علينا كلنا، وفجاه اكتئاب وسهر وشرب وحاجات غريبه عليكي، وفجاه يظهر عمر وفجاه يختفي عمر. انا مش فاهمه حاجه. ما تحيريش نفسك يا يارا، مش توصلي حاجة. أنا نفسي مش فاهمة روحي. ساعات بحس نفسي عاملة زي حبة البيوت المتعشقة جوه مساكن شعبية، لا داخلها نور ولا طالعها مية. شم ريحه سر جواكي، اموت واعرفه. يا يارا أنا مش فاهمة أنت عايزة تفوقيني ليه؟ أنا ما صدقت شيخة، ما صدقت يعني. أسلاك لمست اللمبة نورت والدماغ ساحت. بقول لك إيه، يلا نمشي عشان أنت نكدتي عليا، أنا زهقت. انا كمان زهقت. يلا. ايه ده يا عفا؟ مش ده باباكي؟ سيادة الرئيس بنفسه. استنى أشوف عايز إيه. سيادة الرئيس منور. هاي عفة، اركبي شوية، عايز اتكلم معاكي. لا يا بابي أنا مش فايقة دلوقتي. معلش دول كلمتين وبس، من فضلك عشان خاطري. حاضر. يا لطيف يا لطيف. سما صحيح اللي قالته هنا دي؟ عمر اتضرب بالنار. جميلة، هو فين؟ عمر فين دلوقتي؟ العمليات يا عمو زي يا رب نجيب العالم السليم يا رب. جميلة، ايوه اذكر انا حبيبتي، انت اقرب واحدة فينا ربنا سبحانه وتعالى. اهدى يا حاج، ربنا يطمنك عليك. انا مش هطمن لما اشوفه، مش ههدى لما اطمن على عمر. الله، مش انت اللي انا ما بقاش يجيلي نوم من ساعتها، ودماغي قفلت عند الكلمة اللي انت قلتيها، ونفسي اتصدت عن كل حاجة، وعلى لساني ما فيش غير كلمة واحدة بس. ليه انت ما بقيتيش تصدقيني؟ بقول لك يا بابي اعتبره كلام اتقال في ساعة غضب وخلاص. دي مش كلمة، ده احساسك بيا ورأيك فيا، وانا اللي انا بستغرب له احنا وصلنا لكده ازاي. طب وانت ليه بقى عايز نفتح في حوارات ممكن تنتهي نهاية مش لطيفة، وخصوصا بقى ان احنا في الشارع؟ مش انت اللي طلبتي ان احنا نكون في الشارع؟ حضرتك ما سألتش ليه انا طلبت نكون في الشارع. ما يمكن عشان تفوقي. بابي انا لو عايزه افوق ما كنت ذاكرت من الاول. انا اخترت الشارع علشان مش عايزه بيبان مقفوله عليا ولا حيطان تكتفني،
عايزه احس ان انا حره بجد. حيرتيني يا بنت الناس، انت ايه اللي بعدك عني بالشكل ده؟ عشان حضرتك بتعمل كل حاجه عكس اللي انت ربيتني عليها. طول عمري شايفاك صياد واقف بسنارته مستني رزقه، لا همه بقى لطشه برد ولا لسعه شمس. امال انت شايفاني ازاي دلوقتي؟ صياد بس واقف من غير صناره، حواليه سمك كتير قوي ميت من سم الديناميت اللي انت رميته. للدرجه دي انا اتغيرت وبقيت بشعه؟ بقيت شبه ناس كتيره قوي كانوا قاعدين في صنداره مهجوره، واول ما شافوا النور اتسرعوا اتلموا حواليه، فتة واللي يلحق. انا تعبت سنين، اتبهدلت كتير واتظلمت اكتر واترميت في السجون، ومع ذلك عمري ما نخيت ولا تنازلت عن المبادئ بتاعتي. انت دلوقتي جايه تحاسبيني على ايه؟ انا اترشحت عشان استاهل. انا مش بلوم حضرتك ان انت بتسعى لحلم عايز تحققه، بالعكس ربنا يوفقك. بس انا حزينه قوي ان هو اتحول لمراهنات وكلام نصه كذب عشان خاطر بس تلم اصوات. كذب؟ يعني انا كذاب؟ سوري يا بابي، بس انا شفتك قاعد مع ناس طول عمرك ضدهم. كل ده علشان خاطر ايه؟ تضمن اصواتهم في الانتخابات؟ شفت بقى السبق وصلك لفين؟ كله بيجري وكله بيسابق، واي حد بيلاقي اي حاجه بيروح ينتشها من حنك. ايام سودة اترمينا فيها غصب. يا بنت انت صعبانه عليا، انت لسه عود اخضر بدري قوي على قطفه. بس مش روحك في الطل كده، هتتبالي وتنشافي وتتهرسي تحت الرجلين. اساليني انا، الدنيا دي يا اختي ياما خدت مني رقاق لحد ما نحلت وبر. اسمعي مني، شوفي لك شغلانه كلي منها عيش بدل المرمطه دي. يا اختي لا في عيش ولا في شغلانه، كله ماشي بالغصب. ايه مالكيش اهل؟ اب عم خال اي حد يلمك بدل بعطره الشوارع دي. وصدقيني يا اختي اخرتها جلد على عظم وريحانتنا للمنت الشوارع مع الشيشه في جتتك. الاهل ستره برضه. انا زرع شيطان يا اختي، بذرة اترمت في ارض بور. لا اعرف لي اب ولا شفت لي ام. كل اللي افتكره ان انا كنت في ملجأ، والعيال قالوا لي نطي من على السور. دي حتى الوليه اللي كانت بتاكلنا كانت بتزقني وبتقول لي المركب اللي تودي. المهم اني نطيت، لقيت خلوصي في خلقتي، مسكت في ديله واستخبيت وراه. وخلوصي بقى ده يا بت هو اللي مسرحك وموديكك على القار؟ والنبي يا اختي ما انا عارفه هو ولا الهدنه ولا النومه ولا والله ما انا عارفه، هو كله محصل بعضه. احنا زي الشوارع اللي اترمينا فيها يا عم ايوب، لا لينا ابواب ولا شبابيك، مفتحين من كل حته ومكشوفين للي رايح واللي جاي. يعني ولا هي تنفع عليها ستره ولا انفع عليها غطا. ريح نفسك انت بقى. دي بنت غلبانه واربع حيطان يرضوها. ده انا ياما عم ايوب قلت له الكلام ده، بس هو بقى بيقاوح ويعافر على الفاضي. فلانك فضوها سيره بقى. يعني انت قلبك ما بكرتش عليها وكلاب السكك راح جايه تشمشم فيها؟ يا لهوي يا عم ايوب، ده بيبقى قلبه وعقله هيشتوا منه. انتوا هتنصبوا لي محكمه وتطيروا لي حجرين؟ هي عارفه ان سكتنا ما فيهاش جواز وراضيه، وادينا بنفك نفسنا ببعضينا وبنسترزق من شمامين الليل. بقول لكم ايه، انا سايبكم وماشي. تشغلش بالك بالشويتين دول، ده هو كده بيأكد ان هو غاويها. مدام عمر ما تتخضيش، مفيش حاجه. مفيش اي حاجه. هو لسه ما فاقش؟ الدكتور بيقول انه لسه قدامه شويه على بال ما يفوق. ما تقعدوا في الاستراحه احسن من القعده دي. استراحة ايه بس؟ استراحة ايه؟ احنا مش هنمشي هنا غير لما نطمن على اخويا. ما الدكتور طمني وقال ان الخطر زال الحمد لله. ولو يا اختي انا مش هرتاح لما اطمن عليه ويصحى ويتكلم يا عمر. الله، هو عمو حافظ راح فين؟ الراجل الطويل اللي كان معاكم؟ هو ما تعرفيش راح فين؟ هو في الاستراحه من امبارح وما بطلش عياط وحالته وحشه قوي. انا هروح له يا تينا. يا حبيبي يا عمر، رد على اهدي يا ربي يا رب حضرتك يا ربي ايه اللي عمل فيك؟ يا حبيبتي الحمد لله ده بقى كويس الحمد لله. ايه رايك تهدي وتغسلي وشك تريحي اعصابك شويه؟ اغسل وشي ايه بس؟ اغسل وشي احنا في المصيبه السوداء دي. قولي لي الظابط ما قالش مين اللي عمل فيه كده؟
لا هما لسه بيحققوا في الموضوع. ربنا ينتقم منهم، ربنا يحرقهم بجاز وسخ، ربنا يتشك بإيديهم ويقطع إيديهم يا رب. أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل. وانتي مين؟ انا لمار، اسمي لمار، والحادثه حصلت قدام المحل بتاعي علشان كده انا هنا. هو انت الحادثة حصلت قدام محلك انت واسمك لمار وشكلك عامل كده؟ لا هروح اغسل وشي عشان افهم ايه اللي حصل. لمار دي النصيبة السوداء، دي النصيبة السوداء. الحمد لله على السلامه. انت تاني؟ كأنك بتبكي على حالك يا أخ حافظ. يا رجال اترك النواح للحريم، شد عودك. يمكن الواحد ما صدق في لا حاجة يفك بيها عن روحها يا شيخ عرفان. هذا نهمر بالنسبة لي مش ابن أخويا بس، ده آخر نفس. الضحكة اللي طلعت بيها من بق الدنيا هو اللي مهون عليا، هو اللي مصبرني على اللي راح مني. طمن يا عمو، ان شاء الله يبقى كويس وزي الفل يا رب. انت أخت يا عروسة؟ ايوه. حضرتك تبقى مين؟ ده مين ايه؟ ده الشيخ عرفان. الشيخ عرفان؟ الشيخ عرفان مين؟ أنا يا بنتي والد أختك لمار. انا اختي اسمها اكتفينا. ده الغباء ده؟ لمار، لمار أختك. هي اللي جوه دي اسمها لمار؟ يا جماعة خير، طمنوني. أنا أول ما قالوا لي جيت على طول. طمنوني على أخويا وصديق عمري الدكتور عمر. ازيك يا انسه سامي؟ كويسة كويسة، ما تاخدش تطمن بنفسك. اتفضل اتفضل اتفضلوا اتفضلوا. يعني الدكتور عوني يطلع احسن مننا ويروح يزور عمر واحنا نيجي نقعد هنا؟ لا، ما احنا طبعا هنروح نزور ونطمن عليه، بس انا اصلي حسيت اني محتاج اتكلم معاكي قوي النهارده. ودينا جينا. اتفضل. ما تتكلم. صفوة يعني لو هتبدأها بيعني ولو يبقى أكيد هتقول حاجة تزعلني. بصراحة مش عارف اللي هقوله ده هيزعلك ولا لأ. في إيه يا غازي؟ ما تتكلم على طول. صفوة احنا كنا متفقين إني أجي أقابل قرايبك قريب. بتقول كنا؟ ليه أنت غيرت رأيك؟ لا، وأنا أقدر أغير رأيي، إنما بس يعني في ظروف كده جدت. ظروف إيه؟ غازي من فضلك ما تخبيش عني أي حاجة، أنا مش حمل مفاجآت. ما تتكلم. في ايه؟ واحد من زمايلي شرع عليا احط مبلغ كده في البورصه، اهو احسن بيه وضعي. مش فاهمه ايه علاقه البورصه بينا؟ بعد اول مكسب طمعت، حطيت تحويشة العمر. وبعدين؟ راحت، خسرت، مش عارف اعمل ايه. ما تعملش حاجة يا دكتور، تقدر تروح تشوف شغلك دلوقتي، مش هيبقى أنا وأنت بعيد. حسبي الله ونعم الوكيل. والله عندك حق يا دكتور عمر، فعلا ما ينفعش أنا وأنت نبقى بعيد عن المستشفى، بس أنا برضو كان لازم أجي أطمن عليك، يعني أنت عارف غلاوتك بالنسبة لي.
لا، ان كان على غلاوتي انا عارفها كويس قوي. اطمن انت بس يا دكتور. حسبي الله ونعم الوكيل. وما عرفتش مين اللي ضربك يا دكتور عمر؟ ما عرفتش لسه يا دكتور، بس مسيري اعرفه، ما انت عارفني. خيالي جامح. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يحرق قلوبهم زي ما واجعين قلوبنا. عم حافظ، مش المفروض دكتور عمر يرتاح شويه ولا ايه؟ ايوه صح. تعال يا دكتور، تعال اتفضلوا. اصل الدكتور لما جاله الدكتور كشف عليه لقى تعبان، قال له ما ينفعش تشوف اي حاجه. طيب اطمن عليه ونمشي. يا راجل تطمن. احنا اصلا جايين نعمل الواجب وهنمشي. واديكوا عملتوا الواجب وزياده، متشكرين جدا. ده الواجب بزياده قوي. مع السلامه. مع السلامه. ربنا يطمن عليك ان شاء الله. الله يخليك، الله يخليك. ما بدري. الله يكرمك. بدري بجد والله. مركب بتودي. انا مش عارفه ايه الناس اللي ما عندهاش دم دي. حسبي الله ونعم. عم حافظ، شوف لي سامع فين بسرعه. لا اطمن. سما ما رضيتش حتى تسلم عليه وراحت عامله كده. كده. الحمد لله. قلت لك ما تجيش يا باشا، ده صنف نمرود هيتمرع اكتر. ما كانش ينفع نعمل له قيمه ولا حساب اصلا. سيبه، خلي حسابه يتقل عشان الرد يبقى نهائي. ماشي يا عمر، ماشي. بقول لك ايه، سما اخته اهي. شايفها. استنى انت، انا ما اتحركش مكانك. حاضر. ازيك يا انسه سما؟ يرضيكي كده؟ يعني داخل اسال على الدكتور عمر واعمل الواجب، يوم اخواتك تقريبا يطردوني. يعني انت عايز اخويا يقفشك قاعد معايا في كافيه ويطبطب عليك، ولا عايزني انا بقى بعد كل اللي حصل ده اول ما اشوفك اخدك بالحضن؟ عيب يا دكتور، ده انت كبير. مش كبير بقى، انا عايز اشوفك. لو عندك جديد ابقى كلمني، ولو انا فاضيه هبقى ارد عليك. باي. باي. هترد عليك في ايه؟ ايه يا مرتضى؟ انت هتسلط علينا كمان ولا ايه؟ اتفضل قدامي. انا ما جبتش سيرته لما الظابط سالني، علشان الدم اللي بيننا، وهو ده كل اللي اقدر عليه. انا مقدر يا بنتي اللي قلتيه. ترى لو ثبت لي ان وراها مش هرحم. اختفائه اكبر دليل ان هو اللي مدبرها يا بابا. طول عمره مثل زرع الشعر ده، لا متربي في طيننا ولا مسجي من ميتنا. كنت فاكر ان ربنا هداه. الهدايه دي حاجه تخصه بينه وبين ربنا، انما اللي عمله لازم يتحاسب عليه. مش تبي تقولي يا بنتي. عايزه اقول لك يا بابا ان انا اتنازلت عن حقي في الحكايه اللي تخصني، انما بقى اللي ما يخصنيش ما اقدرش اتنازل عنه. على ايش ناوي يا لمار؟ ناوي اخلص ضميري واعمل اللي انت ربيتني عليه. ابن عمك؟ ايوه ابن عمي. فاكر يوم ما قابلتني في المستشفى كنت بجري، كان جايب المأذون والشهود، عشان كده هربت، ومن ساعتها حالف يقتلني. يقتلك ازاي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هي الدنيا سايبة؟ هو لسه في الكلام ده اصلا؟ هو ده اللي حصل بقى. اصل احنا لينا عوايد وتقاليد هي غريبة عنك شوية، ماسكين في الحلو فيها والباقي بنحاول نغيره. وعايزاني ابلغ عنه؟ انا عملت اللي المفروض اعمله. انت عملتي اكتر بكتير. نقلتيني المستشفى وبلغتي اهلي. ايه مالك؟ تتخضي عليا كمان وقاعدة معايا وبتقولي لي كمان مين اللي عمل كده. اصل المقصود هو انا، بس انت اللي جيت في الرجلين بقى. صباح الخير. صباح النور. انت مش تقول ان انت زميل كنا قلنا معاك بالواجب؟ والله الواجب عملتوه زيادة يا دكتور. لا التقرير كويس، انت الحمد لله كويس جدا. الحمد لله. يعني ينفع ناخد منه كلمتين يا دكتور؟ اتفضل يا فندم، اتفضل تحت امرك. اتفضل. طيب عن اذنكم. رايحة فين؟ عشان تبقوا براحتكم. لا خليكي. ينفع يا فندم تكون موجودة وحضرتك بتسأل؟ لا مفيش مانع، مفيش مانع. قول لي يا دكتور، حضرتك بتتهم حد معين بإطلاق النار عليك بشكل متعمد؟ بتتهم حد يا دكتور؟ لا. انت متأكد؟ متأكد. ألف مبروك يا ورثة أختي، طلعت على خير أهو، والقرد اللي كنت شايفاه رخايص ومستهليها بيه هو اللي طلعك. ده بسبب وانا
عملتوا كل ده؟ ونبت تتلهي انت وهو، ده ما قالش بوقين راكبين على بعض. الله الله الله، ما تعتبريها فتره نقاهه يا باريزه. وبعدين القرد ده مش انت اللي خرجك بالكلمتين اللي انت عليهم، ولا خرجت بالسحر والشعوذه؟ بقول لك ايه يا خلص، خف عليا حبه، خف عليا حبه يا حبيبي، عشان انا لسه بعبل وجتتي مرمه من نومه البرش. انا ما اقبلش انك تقولي على نفسك كده. شويه ميه وصافو وترجعي زي الفل، لحم ابيض متوسط. صافو؟ وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، الدنيا بقت على البلاطه وعلى الاخر، محتاجه تزهزه كده. يلا بعبلي بقول لك مرمه. شوف الموضوع ده. ايه دنيا دواره، خدت في رجليها القبطان، كل ما يطلع من نقره ترميه من تاني في دعتيره. يا حبة عيني، الدنيا اديته ظهرها، صدرت له الطرشة، واللي كاله بط طفحته له والزواز. مع انه تاب واناب ونفض ايده من اللي فات. اقطع دراعي من هنا لو ما كانش معمول له عمل. ومين ده اللي بيكره له عشان يعمل له عمل؟ ده له واجب في كل بيت وفي كل حته اماره. بس داس في النسوان ياما، ولدغة المرة مرة، واللي يجي على ولية ايامه مش معديه. راجل ولد اصول، واللي سواها ده خلانا في وسط هدومنا يا بنتي. بصراحة يا عمي هو طلع راجل بصحيح، مع انه كان ممكن يوديه في 60 داهية. انا لقيت نفسي ساكته مش لاقي كلام اقوله. الراجل كان سايح في دمه، وبينه وبين الموت يا دوب مفيش، واتنزل عن حقه كده بسهوله، ده حتى رفض يتهمه. اللي مخوفني غياب والد عمك، مختفي ومحدش عارف له طريق. اكيد هربان او مستني يجربها مره تانية يمكن تصيب. مستحيل مستحيل يا لمار. مستحيل ليه يا بابا؟ اللي يعملها مره يعملها كتير. قلت بينا يا رب، قلت بينا يا رب. ما تخافش يا بابا، ما تخافش عليا، وبعدين العمر واحد، مش انت قلت لي كده؟ ما ترجعي تعيشي وسطينا وسيبك من العيشه في مصر. عايز اطمن عليك يا بنتي. كده برضه يا شيخ عرفان، انت اللي بتقول كده، مش انت اللي شجعتني على الجامعه وعلى الشغلانه وعلى البازار، دلوقتي عايزني ارجع؟ ينفع؟ قلبي مش مطمن. اطمن عليها يا عم، وراها رجاله. اتنيل يا شيخه، ده كنت هتموتي من الخض. يا سلام، يعني عايزين نشوف ضرب نار وموتوسيكلات وجو ارهاب واسكت؟ مصيره وجع في يدي. بابا انا كنت عايزه استاذنك، يعني بعد اذنك اروح اطمن على الدكتور عمر، ده بعد اذنك طبعا. روح يا بنتي اعملي الواجب، دكتور عمر يستاهل، بس ديري بالك على حالك. حاضر يا بابا، حاضر. يا لهوي يا عمر، لو تشوف اللي جرالي، حسيت الدنيا كلها اتلخبطت في عينيا، وكنت هتكفي على وشي وبقت كلها كده بتضرب الوان. انا بقى ويعني وهي ماشيه تتكبر على وشها في البيت، وكانت تنزل بلبس البيت ومن غير حجاب. مر عليك انت يا اختي، وشها بقى زي الليمونه وايديها بتترعش وكل الكلام اتحشر في حلقها. اتحشر في حلقها. ده وقتكم معايا يا حبايبي والله. اوعى تقول كده، سلامتك عندنا بالدنيا كلها. انت تتقشر يا برنس، تلاقينا اسرع من الاسعاف. ربنا يخليكوا ليا يا رب. ولا يحرمني منك، ما تسيبي الدبوس. ما عايزاه يا بنت، سيبي يا بنت، سيبي يا بنت عشان اخوك ياكل يا بنت. جعانت ايه؟ حرام عليكي، خد. هي تشوف الدبابيس من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ما رضيتش هاجي الا لما اجيب لك كل الاخبار. اشجيني بقى اشجيني. اخبار ايه يا عمو؟ ها اخبار ايه؟ الاخبار اللي تهمه عن الانسه لمار عرفان. دي موزه زي القمر، كانت خايفه عليك قوي. والنبي والنبي دمار دي شؤم، هي الشؤم هي سبب المصايب اللي حصلت دي كلها. دي اسمها دمار. لمار يا حبيبتي، اسمها لمار يا تينا، يعني بريق الماس. وبعدين مش من اولها كده، بالراحه على البيت. بيني وبينك هي البت بتلمع وحلوه حبتين، بس انا بصراحه اتشقمت منها من ساعه اللي حصل لك ده. شقمت ايه بس وبتاع ايه اللي بيحصل ده؟ عادي بيحصل كل يوم، يعني عادي انت اللي مقفوره. اخويا كان هيروح مني وتقولي مقفوره؟ حرام عليك يا عم حافظ. يا كتافينا اسمعيني بنت طيبه وغلبانه وبيضه. شفتي بيضها؟ دي بيضه. وبعدين دي ابريق الماس. يا عم حافظ، بريق الماس مش ابريق، بريق الماس. هو انت كنت تعرفها قبل كده يا عمر؟ دي موزه يا بنت، خليكي في حالك. هي في حياتي الموزه دي. هاتي الموزه دي. استني بس. هاتي الموزه دي يا راجل، امال كنت عندها بتعمل ايه؟ يا بنت تنام، انت مالك؟ انت مالك؟ خد. ياكل ايه؟ استنى الاول
لما تشوف الاخبار اللي انا جبتها لك. عايز ايه تاني؟ اللي يرفض النعمه تزول من خلقته. اعمل لك ايه يا روح امك؟ ما انت من ساعه ما خرجت عماله تاكلي في قطه محلوله، سبتك يومين سقت فيها وقلت لك قبل كده انت مش شغاله في البيت الابيض. لا مش شغاله في البيت الابيض ولا عند اقامه، انما ما فيهاش حاجه يعني لما كن لي يومين منها اريح العظمتين من نومه البرج ومنها الحكومه تخفى عني. مش ده اصول القريه بص؟ طيب وبالنسبه بقى الفلوس اللي دفعناها للمحامي عشان يخرجك من المصيبه اللي انت عملتيها، والفلوس التانيه اللي دفعناها في الحجز عشان ما حدش يلمسك، الخ الخ الخ، كل ده هنسدده منين؟ كل ده من شقايا وتعبي وانت مالكش فيه مليم احمر، اوعى. الله 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 الله، والله كبرت يا باريزه وبقت تتكلمي تقولي فلوسي وفلوسك. هما يوم الحبس يا روح امك نسوكوا من خلوصي ولا ايه؟ ما انت اللي دايس بالقوي يا عبد القوي. عبد القوي مين؟ يا بت بس تعالي اقول لك، تعالي اقول لك بس. يا بت انا اخوك حبيبك يا بت، حبيبك. انا غرضي بس انغنغك بدل كمكمه القعده اللي انت قاعده فيها دي على طول. باللين قالين يا خوخ، انما مشيتك كاسر يوه. ومين بس اللي جاب سيره الشده؟ انا عايز اقول لك على حاجه بس، الموضوع ما فيه عمليه الدكتور ريحتها فاحت وقربت تطلع. وانا مالي يا اخوي، انا من ايدك دي لايدك دي، اشهر انت بس. لاف يو بيبي. بجد؟ يعني هنتجوز؟ ها؟ انت هنا ومدوخني عليك في المستشفى كلها؟ خليت الدكتور هاني يقف مكاني في الرعايه. انت تعبان ولا ايه؟ لا ابدا، بس ماليش نفس لاي حاجه. مش شايف انك مكبر المواضيع حبتين؟ وانت مش شايف ان الموضوع يستاهل؟ اكيد يستاهل، بس ده يتوقف انت زعلان قوي كده على ايه بالظبط؟ مش فاهم. يعني زعلان على الفلوس ولا زعلان على تأجيل موضوعنا؟ طب الاتنين مرتبطين ببعض. لو الفلوس ما كانتش ضاعت كان زماننا احنا مع بعض دلوقتي. يبقى الموضوع ما يستاهلش كل ده، علشان لو زعلان على الفلوس اهي ضاعت، انما لو زعلان عليا انا موجوده ولسه معاك. من فضلك يا صفوة، مش عايز احس انك بتواسيني، دي اكتر حاجه ممكن تضايقني. انا لا بواسيك ولا عايزه اضايقك، انا بقول لك الحقيقه. يمكن لما قلت لي على اللي حصل انا ما عرفتش ارد عليك عشان كنت خايفه اقول اي حاجه تجرحك، بس لما فكرت فهمت ايه بقى ان شاء الله؟ الفلوس انت اللي جبتها قبل كده وانت اللي تقدر تعوضها تاني. امتى بس؟ ده انا قعدت سنين الم فيهم. واحنا مع بعض مش هتحس بالسنين دي. قصدك ايه؟ انا مش محتاجه حاجه، الفيلا اللي ورثتها عن بابا وماما فيها كل حاجه والعفش فيها جديد، ومش عايزه شبكه كمان. معقوله دي نظرتك ليا؟ معقوله انت شايفاني رخيص قوي كده؟ يا خساره، وانا اللي كنت فاكرك انك اكتر واحده فهماني، بس للاسف طلعت انا اللي فاهم غلط. عن اذنك. غازي غازي، من فضلك لو سمحت الاقي فين دكتور؟ في الاستقبال، ممكن حضرتك تسالي في الاستقبال. انت عرفت انا عايزه ايه الاول؟ لسه مستفزه دي. لو سمحت يا دكتور من فضلك معلش. افندم. الاقي دكتور عمر فين؟ مش انت اللي كنتي هنا قريب؟ يا ستي رد عليا، مش مهم انا كنت هنا ولا لا، هو فين؟ دكتور عمر في المستشفى. ما احنا في مستشفى واحنا في اسم بوليس؟ انا ما بهزرش على فكره. دكتور عمر عمل حادثه وبقاله فتره في المستشفى. حادثه؟ حادثه ايه؟ ومستشفى ايه من فضلك؟ قولي لي بسرعه.